اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. عسلامة، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة وانتم تتفرجوا في الفيديو متاعي. اليوم جيتكم بفيديو نهيري من صباح وشنو عملت فيه. كما شفتوا الفيديو اللي فات، هبطت معاكم عجينة البيتزا وبقات معايا طريف عجينة. يا أخي عملتوا الخبيزات هذوما كما قاعدين تشوفوا. جبت هذه الماكينة متاع البانيني، حطيتها وعملت الخبيزات متاعي هذوما، حطيتهم وحطيتها على نار متوسطة ماهيش قوية معناها، باش يطيبوا في عقلهم. حبيت نحضر معاكم فطيري متاع الصباح، نشهيكم هكا كيما تعرفوا، باش نشجعكم بليتو مش نشهيكم، نشجعكم باش تفرحوا برواحكم في فطير الصباح، ونعطيكم اقتراح خاطر الواحد كيما تعرفوا يفد كل يوم من نفس الماكلة. هكا كي يقعد في الدار على الأقل يعمل حويجة. جبت هكايا شوية زبدة كيما قاعدين تشوفوا، كعيبة طماطم قصيتها هكايا دي رونديل، من بعد باش نعمل نفوّحها هكايا بسنينة ثوم ونزيدها شوية بملح وفلفل أكحل، ونكمل نحط عليها أومليت هكايا جوست فيها عظم وطريف جبن وكهو ونحطها فوق منها. الحقيقة الوجبة هذي تقنّعني معناها كي نبدا هكايا عندي برشا قضيات ولا عندي برشا حاجات باش نعملهم. نحب كيما تعرفوني نفرح بروحي في الفطور، معناها نعمل فطير هكايا يخلّيني مقنعة وما يخلّينيش نتعب فيسع. نحاول إني كيما شفتوا نعمل فطور كامل من كل شيء باش نلقى روحي معناها في نهاري. لهنا كيما قاعدين نشوفوا هاكا ركبت العظيمة حطيتها طريف هكايا باش تولي لي أومليت، نغطيها ونخليها تو نوريكم بعد كيفاش ولات. هاكا ما شاء الله كيفاش ولات مزيانة هكايا ومحلاها تشهي وخاطر حطيت فوق منها جبن وكل، جات بنينة ما شاء الله. هذيا فطيري متاع الصباح كيما قاعدين تشوفوا. لهنا عملت معاكم قهيوتي، هاكا عملت كبسولة متاع الحليب، والكبسولة الثانية هذيا متاع الكابوتشينو. ما صورتلكمش هكايا، ما حبيتش كل مرة نبقى أنا نصور لكم في القهوة متاعي وكل. اليوم هاكا جوست حضرتها معاكم خفلف يعني فيسع فيسع. إن شاء الله تكونوا كلكم في خير وسعادة يا ربي، وإن شاء الله ربي يوفق وليداتنا كيما تعرفوا توا جمعة امتحانات، إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينور بصيرتهم يا ربي. لهنا رجعت هكايا كيما تشوفوا، هاكا الخبز متاعي ما شاء الله طاب، كيما شفتوه هاكا تحمّر، يشهي بصراحة. باش تحلّو هكايا تنجم تعمل فيه جبن، تنجم تعمل فيه شوكولا، لكم حرية الاختيار. لهنا جبت هكاكا صحيّن حطيت فيه شوية فقوس وشوية جبن، وكل العظيمة متاعي هاذيكا وشوية الطماطم، والحمد لله اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. هذا فطيري متاع اليوم. هاذوما كيما شفتوا خبيزاتي بعد ما طابوا، هاكم راهم مازالوا سخان معناها. حبيت هكايا نوريهم لكم كيفاش جاو ما شاء الله. باش نعمل بيهم يا إما نعمل بيهم ساندويتش هكا يصغرون، يا إما باش ناكل بيهم كيما قاعدين تشوفوا. الحصيل وحبيت هكايا نشجعكم معايا، نعديكم نهاري بطاقته الإيجابية الكل. نحب نشجعكم هكايا. توا مشيت باش ننظم شوية الدويرة، البيوت نظمتهم قبل، هذيا الصالة حبيت هكايا جبت الاسبيراتور نظفت الزرابي متاعي الكل. أسهل لي الحقيقة الأسبيراتور بالحق راهي تنقّص عليك برشا تعب وبرشا شارج معناها، خاطر أنا في السنين الأولى وقت اللي عرست ما نستعملهاش، ديما مخبية في البلاكار محطوطة، حسيتها للزينة. وأنا نتقلّق عندي حساسية نتقلّق من الغبرة والكل، يا أخي لقيتها هي أسهل لي معناها إني نخرّجها نضرب بها زرابية الكل، دويرتي تبدا تشعل شعلان معناها ما فماش علاش الواحد كي تبدا عنده حويجة يستعملها علاه يخبي فيها معناها. الله غالب فقت بها معناها السنين الأولى الكل عامين بقيت هكاكا ما نستعملهاش، كان من بعد
الحمد لله معناها من وقتها ما عادش تكيدني، معناها بالحق الزرابي معناها ديما ضايفين، نحاول إني ما نخليهمش، نهيّر بعد نهيّر هكايا نضرب ضريبة بالأسبيراتور ما شاء الله معناها يخرجوا نضيفين. هاكا هو هذايا نهاري اليوم معاكم، توا باش نعمل معاكم مولو هذيا بنينة باللوز تهبل. نستحقوا فيها حار عظم، 150 جرام لوز مرحي أبيض، 80 جرام زبدة، 120 جرام سكر وسكر فاني وقشرة برتقان. أنا هاكا حطيت حار عظم وحطيت توا سكر فاني وحطيت السكر متاعي وحطيت قشرة البرتقان. قشرة البرتقان راهي إضافة من عندي معناها تنجموا ما تستعملوهاش، أما راهي بصراحة تعمل الفارق مع اللوز معناها وتنحي الزفار أعزكم الله متاع العظم وكل شيء. هاكا لهنا هذيا روسيت فاسيل من غير فرينة ما فيها حتى نكتة فرينة وان بلوس سهلة وفيسع فيسع تحضر وتجيكم بنة ما شاء الله بالحق راهي تجي ما شاء الله بنينة ما نحكيلكمش. كمّلت لهنا لحقت عليهم 80 جرام زبدة حيوانية، راهو ذوّبتها في الميكرووند، ولهنا حطيت مغرفة جلجلان، حبيت هكايا نعزّز النكهة متاعها باللوز، من بعد بالحق كي الجلجلان كلّه جا من فوق ما شاء الله يهبّل، يهبّل. جربوها بالحق وتذكروني، هي راهي تحسوها مكلفة شوية أما ما فيها شي، راهو 150 جرام اللوز وكهو الباقي كلّه عندك في الدار، معناها إذا ما عندكش لوز اشري 150 جرام لوز. أعمل هكايا شوفوا الطبيق اللي عملته أنا صغيرون معناها فرحت بعايلتي بأبسط الحاجات، عملنا بيهم قهيوة ما شاء الله جات بنة وفيحة وريحة. لهنا كملت ركبتهم كيما شفتوني، جبت المول متاعي دهنتها بشوية زبدة، وباش نجيب توا نحط فيها الخليط هذا اللي حضرناه مع بعضنا، شفتوه كيفاش هاكا ما يكونش جاري برشا وما يكونش عاقد برشا سافا مريقل هاكا الحكار يجي بالضبط مستوي. نكمّلوا كيما قاعدين تشوفوا عاد هذايا ماهوش فرينة معناها لوز دونك نحاول نستحدق فيه للآخر. صحابي كيما تعرفوني أنا راني ما نخلي حتى شي في معناها كل شي نحطّه بصراحة هذاكا كلّه فلوس. جبت لهنايا اللوز هذايا المهروش متاعنا اللي هو كيما قاعدين تشوفوا فيه، حطيته هكايا من فوق، هاكا جا معناها هكايا في الطبقة الفوقانية. وزيدا يعطي منظر هكايا مزيان للكيكة متاعنا ما شاء الله. لهنا هاكا حضرت المولو متاعنا باللوز، تنجموا تبدلوها بالبيستاش، بالبفريوة، تعملوا القو اللي تحبوا عليه نتوما. راهي بالحق تجيكم ما شاء الله حلوة هكايا ومزيانة ومرتوبة، شوفوا الترانش كيفاش تقص ما شاء الله ما أحلاها. بالحق ننصحكم هذيا باش تجربوها. كملت حضرت حويجة حلوة هكايا للعشوية. لهنا قلت هاكا هو عاد توا من رمضان أنا ما بدلتش الديكور متاع الكوجينة ينبدل باش نرجع الكوان كافيه متاعي وهكايا نرجعوا عاد توا لقهيوة العشية طونكو فما معناها وقيت وكل واحد يستغلوا. هاكا هاي بديت بشوي بشوية كيما قاعدين تشوفوا معايا. حبيت هكايا نبدل نرجع معناها الكون كافيه من هنا ونرجع هذيك من غادي تو تشوفوا من بعد كيفاش بدلت. عندي صديقة هكايا مرة في فيديو طلبت مني باش نصور لها كوجينتي الكل ان شاء الله في اخر فيديو تو نوريك بعد ما نظفتها وركحت لها امورها الكل. نوري لك ان شاء الله الكوجينه متاعي. لهنا هكا بديت ننظف هكايا. جبت هذاك الكلاس متاع البلار وكل نظف بيه اللوح ومن بعد باش نكمل نحط كل حاجة في بقعتها.
رجعت لكم لهنا في تنظيف الكوان كافيه. كيما قاعدين تشوفوا ليليمون هذيا نظفتها بالكدا. نحاول إني هكا ننظّفها مادام باش نبدّلها بلاصتها. نفرح بيها ونعملها هكايا بلاصتها. بقيت نخمم مرّة نقول نحطها هكايا على الخزانة هاذيك، مرّة نبدّل. كيما تعرفوا راهو الواحد كي يبدّل حويجة نفسيته ترتاح ويحس روحه في بلاصة جديدة. أنا من الناس هاذوما اللي كل مرّة نحب نبدّل. كل مرّة نحب نبدّل الماعن من بلاكار لبلاكار الله غالب. عادة هي نحس روحي شريت حاجة جديدة من الآخر. نحس روحي كأني شريت حاجة جديدة. لأني هاكا حطيت لي ليمون هكايا بعد ما عجبتنيش ما ركحتش في مخي دونك حطيتها في بلاصتها العادية. وبديت هكايا باش نرجع الدبش متاعها الكيسين الكل مسحتهم نظفتهم الكل هما سي ديجا نظيفين. دونك أنا نستعملهم نغسلهم نرجعهم نظيفين حاولت هكايا إني نمسحهم من الغبرة ولا حاجة. وهاكا أنا بطبيعتي كيفاش نجي باش نعمل قهيوتي ولا حاجة نجبدهم ونشللهم بالماء. دونك لهنا هاكا كيما قاعدين تشوفوا بديت بشوية بشوية حتى باش نكملها الكل ونوريه لكم في الاخر. ما خليت لكمش التفاصيل الكل بصراحة خاطر باش تقلقوا كل شيء. هاكا حاولت اني نوريكم نهاري شنو فيه ونعدي لكم شوية طاقة ايجابية من اللي عندي هكايا وكل نعرف ساعات توا بدات الدنيا تسخن واحد ما عادش عنده طاقة باش ينظف وكل شيء خاطر في ساعة يعرق وبصراحة يفشل البدن وكل دونك ماذا بينا نبداو توا هكايا ننظفوا في الحاجات هاذوما خاطر كان سخنت أكثر ما عادش ينجم الواحد يتحرك. هاذاك علاش الحقيقة أنا بديت من توا باش ننظف وكل شيء. هاكا كل مرة ننظف حويجة حتى نكمل كل شيء. بديت بالكوجينة لميتها نظفتها كل شيء هاكا. كيما قاعدين تشوفوا معايا نظفت الرخامات بدلت كل شيء. نحس روحي جديدة في الكوجينة متاعي. جيت ولات عندي معناها في الكوجينتي وكل شيء. وأنتم إن شاء الله نكون شجعتكم إن شاء الله نكون حفزتكم واللي عنده حويجة باش تقضيها تقوم. ما تعرفوا عادة توا باش تجينا غسل الفرارش والزرابي هذاك الكل دونك خلينا نبداو نعملوا على ربي كل مرة بحويجة وكهو. لهنا هاكا زادا باش نجيب الكوان الآخر نحطو من هنا وحطيت الair fryer كيما قاعدين تشوفوا بحذايا هاذيك المساند الرسمي متاع كوجينتي بصراحة ما عادش نجم نستغنى عليها. surtout توا باش نسحق لها أكثر وأكثر على خاطر الدنيا سخنت. ما عادش الواحد باش يقلي زيت ما عادش يتحمل إنه يقعد برشا في الكوجينة. دونك نحاول إني هكايا نسهل على روحي برشا حاجات. توا كيما قاعدين تشوفوا باش نخليكم مع الفيديو. رجعت لكم لهنا من بعد ما كملت لمعت الرخام ونظفت الدنيا الكل وعقمت وزينت ورتبت هكايا باش نوريكم اللمسات الأخيرة من بعد ما كملت كل شيء حبيت نوريكم هذيك ماكينة الصابون ديما تخدم كل يوم لازمها تخدم الله غالب. نحاولوا هكايا إن نخليو كل حاجة تطيح نغسلوها باش الواحد ما يكثرش على روحه. هذيك قهيوتي كيما تعرفوا زادا المسند الرسمي متاعي. دونك أنا عملت قهيوة الصباح يلزمني نكمل بيها تبقى معايا راهي حتى ساعات القايلة معناها عادي ما يقلقش. لهنا هاكا حبيت نوري للأخت اللي قالت لي وريني كوجينتك. هاكا راهي بسيطة جدا راهو ما عنديش حاجة زايدة. راهو حبيت هكايا ما نرجعكش لتالي معناها نوريك كيما انتي طلبت مني انا. وريتك باش ما تقولش هي حقرتني ولا حاجة.
الله غالب راهو ساعات الواحد ما ينجمش يوفّق ما بين كل شيء معناها كيما تعرفوا قضية وخدمة ودار وصغار وكل شيء، هاكا اليوم سهّل ربي وصوّرت لك ووريتك. إن شاء الله تكون حُسنت الإضافة وإن شاء الله وصلتكم طاقتي الإيجابية، وإن شاء الله ربي يوفقكم ويخليكم الناس الكل، نخليكم في أمان الله وحفظه، بسلامة.